فيتامين سي من أقوى دروع المناعة للأفراد والمواطنين، خاصة في فصل الشتاء، وهو طبعا طول السنة يعطيك نوع من المناعة القوية، لأنه غني بالعديد من العناصر المفيدة لجسم الإنسان. ينظر إلى فيتامين سي غالبا على أنه مجرد مكمل غذائي لمحاربة نزلات البرد، ولكنه في الحقيقة يعتبر من أهم دروع حماية الجسم البشري، بفضل وجود عناصر حيوية بيعتمد عليها الجسم يوميا لبناء دفاعاته وتجديد أنسجته والحفاظ على نضارة البشرة ونضارة الجلد. هذا الفيتامين البسيط اللي بتلاقيه في البرتقال، بتلاقيه في الجوافة، في تركيبه وعظيم تأثيره، يشترك أيضا في مئات العمليات الحيوية التي تضمن لنا صحة متكاملة من الداخل والخارج. وفقا لتقرير موقع فيلي ويل هيلز، قالوا الموقع ده قال ان فيتامين سي لا يقتصر دوره على رفع المناعة الإنسانية فحسب، بل يمتد ليؤثر في صحة الجلد نفسها. يعني البرتقال والفيتامين سي والجوافة والحاجات دي ما بتأثرش على انها بتقوي المناعة فقط، لكنها بتحسن من صحة الجلد وامتصاص الحديد، وايضا الوقاية من امراض القلب، بالاضافة الى مساهمة فيتامين سي في تحسين التئام الجروح وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الاجهاد التأكسيدي. وطبعا احنا عارفين ان بعض مرضى السكر، ربنا يحفظنا ويحفظكم، ده لما بيجي له جرح بيلتئم الجرح ده بصعوبة، فعشان كده اللجوء للفيتامين سي وزيادته سواء في البرتقال او الجوافة او غيره من الفاكهة يساعد على التئام الجروح بشكل كبير. وسر البشرة المتماسك والنضرة في فيتامين سي من خلال الكولاجين، وده بروتين بيمنح البشرة مرونتها وقوتها، ده بتلاقيه في فيتامين سي. بدون فيتامين سي لا يمكن للجسم انتاج الكولاجين بكفاءة. نقص هذا الفيتامين يؤدي الى بهتان الجلد، يعني الجسم بيديك الكولاجين ده اللي هو بيحافظ على الجلد من خلال فيتامين سي الموجود في الفاكهة والليمون مثلا والبرتقال والجوافة زي ما ذكرنا. وضعف التئام الجروح لو بعدت عن الفيتامين سي كما ذكرنا، وظهور علامات التعب المبكر على وجه الإنسان. أيضا وجود فيتامين سي في النظام الغذائي يفعل إنتاج الكولاجين ويعزز من قدرة الجلد على مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، على رأي الفنان عادل إمام، فوق المحشية والملوثات اليومية. ولهذا يعد تناول الفواكه الحمضية والفلفل الأحمر والفراولة من أفضل وسائل دعم صحة البشرة بشكل طبيعي ومستمر. أيضا فيتامين سي بيعطي جهاز المناعة حماية كبيرة، ليعمل الجسم بكامل طاقته، يدعم إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة الميكروبات، كما يدعم أكسدة منع تلف الخلايا أثناء الالتهابات. والدراسات بتشير إلى أن الحصول على 200 ملي جرام يوميا من فيتامين سي يساعد الرياضيين ومن يعيشون في بيئات قاسية على تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد، زي لاعيبه الكوره، زي بتلاقيهم بين الشوطين مثلا في شرب المياه او كده، كل برد او شرب المياه اثناء المباريات بيشربوا بعض البرتقال او الليمون او الى اخره. ايضا حمايه القلب والاوعيه من الاكسده بسبب فيتامين سي، لان الاكسده الناتجه عن الجذور الحره بتضعف الشرايين وترفع خطر الاصابه بالقلب. فيتامين سي بفضل خصائصه المضاده للاكسده يساعد في منع تراكم هذه الجزيئات الضارة ويحافظ على مرونة الأوعية الدموية. أيضا الحديد الموجود في الأطعمة النباتية صعب امتصاصه نسبيا، ولكن فيتامين سي قادر على تحويله إلى صورة يسهل للجسم الاستفادة منها، إضافة إلى شرائح الفلفل الأحمر أو قطرات من عصير الليمون إلى وجبة العدس أو الفاصوليا ونحن في شهر الشتاء، يمكن أن ترفع امتصاص الحديد بنسبة كبيرة. أيضا الكمية
المناسبة ومصادر الغذاء. الاحتياجات اليومية من فيتامين سي تختلف باختلاف العمر والحالة الصحية. يوصي للبالغين الذكور بتناول 90 ملي جرام يوميا، وللإناث ب 75 ملي جرام يوميا. يمكن الحصول على هذه الكمية بسهولة من خلال كوب بس من العصير. لو انت شربت كوباية برتقال او نصف حبة من فلفل الأحمر الحراق، او حصة من الكيوي او واحدة كيوي او البروكلي المطهو، لأن الجسم لا يخزن فيتامين سي، يجب تجديده يوميا عبر الغذاء أو المكملات عند الحاجة. لازم تجيب ليمون، لازم تجيب فلفل أحمر، لازم تجيب كيوي، لازم تجيب بروكلي، لازم تجيب عصير برتقال عشان تستمتع بفيتامين سي، مع التزام بالحد الأعلى الآمن البالغ 2000 ملي جرام يوميا لتجنب الإسهال والاضطرابات المعدية. يعني أنت كل ما بتزود فيه فيتامين سي للأسف بيجي ضدك، لأن كل حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها، والمبالغة في الشيء مش كويس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى والدين الإسلامي أحسنا على التوسط في جميع أمور حياتنا، بما فيه المكملات الغذائية، بما فيه فيتامين سي والفيتامينات بوجه عام. أيضا المكملات بين الفائدة والاحتياط، هناك مكملات فيتامين سي بأشكالها المختلفة موجودة في الصيدليات زي كبسولات ومساحيق وأقراص قابلة للمضغ، يفضل تناولها بعد الطعام لتقليل حموضة المعدة. كما يستحسن اختيار المنتجات التي خضعت لاختبارات مسبقة عشان نتأكد من صحتها. لذلك فإن فيتامين سي ليس مجرد مكمل يؤخذ وقت المرض، بل عنصر لا غنى عنه لحياة خالية من الإرهاق، ولجهاز مناعي قوي، ولجلد مشرق ينبض بالحياة. والاعتدال في تناوله والاعتماد على مصادر طبيعية هما المفتاح الحقيقي للاستفادة من كل ما يمنحه هذا الفيتامين الحيوي من طاقة وصحة وحماية للإنسان. هذا ما أردت أن أقوله. شكرا لكم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.